من الغنام بلمسة في المناطق الأمامية، عادت داخل المناطق. الهدف الثاني، انتفض فريق الهلال، استفاق الهلال بالأهداف، عاد الآن في الجانب التهديفي ليرسم أجمل الألحان. نعم، يقدم الهلال أجمل الأغاني لجماهيره وأجمل الألحان الفنية داخل أرضية الملعب، وفرحة كبيرة جدا لجمهوره. الآن يا دوب الابتسامة بدأت واضحة على محياء المدرب إيريك جيرتس. خلاص عاد الهلال، عاد الزعيم. نعم، بفضل الموهوبين والرغبات الكبيرة للمبدعين داخل أرضية الملعب وبالهجمات المتتالية، كان لابد للمباراة أن تكافئ الهلال، وكانها انتظرت بعد أن صبر جمهور الهلال في شوط المباراة. حال مثلا شريف الذي خسر مع الفتح وهو حارس سابق، والآن كرة جول. أوه، نفس الحال يا أخوتي، نفس الحكاية، أحلى حكاية ورواية. نيفيز في الدقيقة 5، في الدقيقة 5 يسجل الآن ثاني أهدافه. هدف حلو وجميل من كرة ثابتة. افرح يا زعيم، افرح يا زعيم. جمهورك في كل مكان يرفع الشالات على الطريقة اللاتينية، على الطريقة الأرجنتينية، على طريقة بوكا جونيورز. لكن هدف جميل للمدرب البلجيكي الذي وضع نيفيز ضمن الأسرع في الدوري، مسجل لوليد الجيزاني في الثانية 12. لكن الآن نيفيز يسجل هدف في الدقيقة 5 اللي حاول من خلالها ويلي، لكن الكرة ولولت في الشبكة. من 94 هدف في الدوري. لاحظ الكرة المنقولة من نيفيز. تحدث مدير الملعب عن ذلك أيضا مع نقلة ممتازة، نقلة محاولة خذوهات، 3 نقلات لو تسجل. يا سلام، تياغو نيفيز أجمل من الهدف، تمريرة الهدف أجمل من الهدف، مرور الهدف. على فكرة الهلال من يومه في هذا الموسم ما سجل هدف عادي، ما سجل هدف عادي على الإطلاق. ما يرغب بالأهداف العادية يا عادل يا زهراني، أبدا 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 ما يرغب بالأهداف العادية. يرغب بالفن، بالمتعة، يرغب بكل كرة جميلة. إذا تياغو نيفيز، شوف اللقطة، شوف هذه واحدة والثانية، كل واحدة يبصم عليها الشلهوب. تياغو نيفيز مر الساحر البرازيلي، أخذها تعدت، وبعد ذلك عبد العزيز السعران ايضا اضاعت، وبعد ذلك وهنا كره من ضربه حره مباشره. هي برازيليه، هي برازيليه. نعم، تياغو نيفيز لا تخطئ امام البرازيليين. في المره الاولى اصطدت في القائم، وفي المرة الثانية ما راحت للقائم، راحت للشباك. الهلال يتقدم، والسعادة كبيرة جدا كالعادة في المدرجات الهلالية. الهلال يتقدم بهذه الكرة الممتازة الملعوبة طبعا، واحتار معها وليد عبد الله. وليد عبد الله احتار معها وحيرت الكل، لأن اللعبة الأولى كانت وين؟ كان السويدي الذي يتقدم الآن وحال يوري الأمام وفرصة. هلالية ثانية، هلالية ثانية، المرة هذه برازيلية. جول للهلال، والأمة الهلالية سعيدة سعيدة كل السعادة. الهلال يسجل هدف ثاني، وبالتالي الأفراح هلالية مساء اليوم في الرياض. لاحظ أمسيات الرياض، أمسيات الرياض، أمسية الأمسيات في الرياض. الكرة من السويدي المتألق، ولمسة من البرازيلي تياغو نيفيز. بداها السويدي المتألق، والثانية بعد ذلك كانت بقدم البرازيل. ولدينا محاولة للأمام، وهذه تسديدة جول ثالث للهلال، ثالث للهلال، والثالث لتياغو نيفيز. كبيرة يا هلال، نعم
كبيرة يا هلال وكبيرة على الاتحاد. ثلاثية للزعيم في كلاسيكو السعودية الكبير. أسامة هساوي تقدم، يا سلام، يركنها ركنة ويحطها في الزاوية الصعبة، وأسامة هساوي يبداها. وتياغو نيفيز عاد ما صدق الخبر الآن، الخبر الثالث أن الهلال يتقدم بنتيجة كبيرة بالفعل. مرور جميل 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 للأمان، يا سلام يا سلام يا سلام، جول جول. هي للتاريخ يا هلال، للتاريخ يا هلال. 4 أهداف نظيفة تحت أنظار حمزة إدريس. 4 أهداف للتاريخ في الكلاسيكو السعودي الكبير. يتقدم الهلال برباعية نظيفة. ما الذي يحدث مساء اليوم في الرياض؟ مرور ياسر القحطاني، مر وعدى وناظر وشاهد الزميل في المكان الممتاز. الزميل هو رجل المباراة البرازيلي تياغو نيفيز بالهاتريك، هاتريك في المباراة، والكرة بالتالي من تياغو نيفيز في الشباك الاتحادية. رقم 7 والمرقب في الصورة ونيفيز والكرة جول. جول ثالث للهلال، جول هلالي ثالث 3 أهداف مقابل هدف واحد، 3 مقابل هدف واحد. نيفيز هذه المرة، وهنا فرحة كريس، هنا فرحة كريس، وهنا فرحة الجهاز الفني والإداري، وهنا فرحة السيد الرئيس اللي يسعد الآن بتقدم الهلال ب3 أهداف مقابل. في محاولة للتقدم، كرة ملعوبة إلى تياغو نيفيز، يحاول تياغو، مر تياغو، سوسيدا تياغو، وإنقاذ، ولكن الهدف يأتي، خلاص حسمها تياغو. الضربة القاضية ورصاصة الرحمة، كرة خدعتنا وخدعت الكل. الكرة الماضية في لحظة، يا الله على هذا الأداء، مباراة من أجمل ما يكون. ما زالت الأوركسترا لا تتوقف، وما زال مزمار الإبداع، فريق كما ذكرت يعزف على وتر الإمتاع، نغمة متواصلة تضعها وتستمتع بها كلما أتت أمامنا الآن. لابد أن يحصل البرازيلي بمهارة هنا وتسديدة صعبة امام شلهوب، بيحاول بالتمرير كره في العمق ايضا الى كريستيان ويليامسون عاد من الاصابه، ويليامسون يحاول التمويه، كره عرضيه عاليه الراس في المرمى. تياغو نيفيز يسجل الهدف الاول للهلال، هدف في الدقيقه 32. الكره صدمت في العارضه ونزلت داخل مرمى فريق نادي الحزم. هدف اول في المباراه، هدف من راسيه من تياغو نيفيز، هدف للهلال تياغو نيفيز، هدف عاشر لتياغو نيفيز في هذه المسابقة في دوري زين السعودي للمحترفين، بعد كرة عرضية، بعد تغيير أيضا في مواقع اللاعبين. شاهدنا رونالدو في الناحية اليسرى، شاهدنا ويليامسون جاء للناحية اليمنى، استلم ولم يكن متسللا، موه ولم يرفع باليمنى، رفع باليسرى، والكرة هنا أوضح وأحسن، ونيفيز يسدد، الكرة تصطدم في العارضة وتدخل الحزم. كرة ملعوبة الرأسية، نيفيز يتصدر قائمة الهدافين، نيفيز يتصدر قائمة الهدافين مع محمد الشلهوب، ويسجل برأسية أخرى في مرمى الفتح، هدف ثاني للهلال. تياغو نيفيز يسجل الهدف الثاني لصالح الهلال برأسية ثانية، ورأسية ثانية من أهدافه ال11 عموما. وأيضا كريستيان ويليامسون، شوفوا الارتقاء وشوفوا التسديد الرأسية في قلب المرمى تماما، في منتصف المرمى تماما، حتى في المكان اللي يقف فيه محمد شريف.